هذه التدريب والاستثمار في البشر. ما هو في الاخر في بشر هم اللي بيديروا الكلام ده. لو انت استثمرتي في البشر الحمد لله دي افضل حاجه فيهم. عشان كده بنوك ناجحه. ما هو انا ما هقول ايه بقى. ما هو انت كنتوا بتقولوا التعليم بايظ نتج عنه اهلاويه كتير. فنعمل ايه؟ احنا دلوقتي بنحاول ناخد البهريز. الاهلاويه اللي انت بتتكلم عليهم ان هم الجهله دول معاهم شهادات احسن منك، بس نظام التعليم بايظ عشان اشكالك موجوده، قسما بالله عشان اشكالك موجوده. ده مفروض ان هو نائب البنك الاهلي. انت لو جايب واحد بيحش برسيم في الغيط مش هيطلع يتكلم ويقول الكلام ده ان ده اللي يدل على بني ادم قسما بالله هو اللي جاي. بتقول ايه اللي انت بتقوله اساسا؟ ايه اللي انت بتقوله؟ وايه اللي دخل الاهلي في القصه كلها والناس اللي بتشجع الاهلي؟ والتعليم بايظ فطلع اهلاويه. تعليم مين اللي بايظ فطلع اهلاويه؟ 3/4 الاهلاويه اللي انت بتتكلم عليهم دول معاهم شهادات عاليه. التعليم بايظ عشان طلع امثالك بس. فالتعليم بايظ عشان طلع امثالك. انت لو جايب واحد بقول لك بيحش برسيم من الغيط مش هيطلع يتكلم ويقول الكلام ده. استحاله ان هو يقول الكلام ده. بس ده طالع واحد تحس ان هو مش مسؤول، على الرغم ان هو منصب مهم جدا، طالع يتكلم بالطريقه دي. فانت بتتكلم بتلاغي مين انت ولا بتتكلم مع مين؟ في الاخر تقول التعليم بايظ فطلع كميه من اهلاويه. يعني احنا حمير؟ انت عايز تقول لنا ان احنا حمير؟ انت باين عليك اساسا انك مش فاهم اي حاجه. قسما بالله انت ما فاهم اي حاجه.